مساء الخير يا جماعة. معانا بوتاجاز 5 عيون. تمام. في مشكلة ان المحابس نفسها 2 منهم بيسربوا غاز ومفكوكين خالص زي ما انتم شايفين معايا. ده ناتج ان المحبس بيتقل والعميل بيجي يلفه بالأكرة بيلاقيه ناشف. تمام. فبيوصل اي حاجة في النص، فالمحبس ناتج ان هو بيتكسر من الشفة بتاعته زي ما انتم واخدين بالكم معايا. فده بالطبيعي ان المفصلات اما بتتقل معانا، تمام، الباب بيوارب والسخونية بتخرج منه زي ما انتوا شايفين معايا، او الجلدة نفسها بتبقى مهوية. طب ايه الحل كده؟ ان احنا جبنا معانا واحد جديد، تمام، هنركبه، وفي واحد تاني غيره زي ما انتوا شايفين معايا سليق وهيشتغل معانا تمام. وما تلاقيه تقيل كده ما ينفعش ان انت تتعافى عليه. ده حله ان انت تجيب واحد غيره وتركبه، ولازم يكون مهندس في مجال الصيانة عشان يقدر يشيله ويركب لك واحد غيره عشان ما يسربش معاك غاز. موضوع ان هو يوصل لمرحلة ان هو يتكسر كده خالص، ده ناتج زي ما قلنا قبل كده ان الباب نفسه لازم تغير له المفصلات بتاعته والجوان. تمام. ومفروض لو في مشكلة عندك في عازل الحرارة بتاع الفرن اللي هو محطوط تحت المفاتيح يتغير ويتجاب جديد. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة ودعمني لكي يوصلك كل جديد.